يا أهلا. في يوم من الأيام كان أحمد هو وزمايله في الفصل. في اليوم ده كان عندهم امتحان، وكان الأستاذ عايز يسجل الدرجات عنده في دفتر الدرجات، فبدأ يسأل التلاميذ واحد واحد على درجته. كان كل الطلاب تقريبا مبسوطين وهما بيقولوا درجاتهم، كلهم جايبين درجات عالية، وكانت من أعلى الدرجات درجة علي، كان جايب 50 من 50. وكمان سارة كانت جايبة درجة كبيرة، 49 من 50. ولما وصل الأستاذ عند أحمد لقاه هو الوحيد اللي ما كانش مبسوط. سأله: جبت كام يا أحمد؟ أحمد رد عليه وهو زعلان وبيعيط: جبت 2 من 50 يا أستاذ. كل زمايله في الفصل قعدوا يضحكوا عليه، لكن الأستاذ قال له: ولا يهمك يا أحمد، ذاكر واجتهد واعمل اللي عليك وإن شاء الله هتجيب درجات كويسة، وما تخليش أي حد يأثر عليك. وفي الفسحة للأسف زمايل كتير لأحمد قعدوا يتريقوا عليه وقعدوا يقولوا له: انت غبي، أغبى واحد في الفصل. أحمد روح اليوم ده وهو حزين وزعلان. مامته لما عرفت خدته في حضنها وقالت له: أحمد حبيبي، انت شاطر وذكي، ما تخليش أي حد في الدنيا ممكن يأثر عليك، واوعى تصدق كلام حد انك غبي، بالعكس اجتهد وذاكر واثبت لكل زمايلك انك مش اقل من اي حد فيهم، وقبل كده اثبت لنفسك قبل ما تثبت لاي حد. احمد اتأثر جدا بكلام مامته وكمان كلام المدرس بتاعه اللي قاله له، وابتدى كل يوم يذاكر دروسه اول باول. كان بيجتهد على قد ما يقدر وما عادش بيهتم بكلام اي حد ممكن يقول له انت غبي. بالعكس، لو حد قال له انت غبي بيضحك بينه وبين نفسه وبيروح يذاكر اكتر ويحفظ اكتر ويجتهد اكتر. كل ما الوقت كان بيعدي احمد مستواه كان بيتحسن يوم بعد يوم، حتى في الاوقات اللي كانت مامة احمد بتقول له: قوم يا حبيبي يلا اتفرج على التلفزيون شوية، احمد كان يرد عليها ويقول لها: يا ماما انا مش عايز اتفرج على التلفزيون، يا ماما انا عايز كل الناس هي اللي تتفرج عليا في التلفزيون وتبقى شايفاني مثل اعلى. وفي يوم احمد صحي بدري، خد شنطته وركب العجلة وراح على مدرسته. بس اليوم ده كان مختلف عن اي يوم. عارفين ليه؟ عشان في مسابقة في اللغة الانجليزية بين احمد وبين علي، اشطر طالب في الفصل وقتها. تعالوا بينا نشوف يلا ايه هي كانت الاسئلة، ويا ترى مين فاز، احمد ولا علي. الأستاذ سأل علي الأول وكان السؤال بيقول حاجة بنكتب بيها وبتبتدي بحرف ال P. علي جاوب وقال pencil. أما السؤال الأول اللي أحمد كان بيقول حاجة بتبتدي بحرف ال B بنقرأ فيها، أحمد جاوب وقال book. السؤال التاني لعلي: ما اسم الآلة الموسيقية الموجودة أمامك في الصورة؟ علي جاوب وقال بيانو. السؤال التاني لأحمد: ما اسم الأداة الموجودة أمامك في الصورة وتستخدم للعب؟ أحمد جاوب وقال بول. السؤال الثالث لعلي: الصورة الموضحة أمامك هي صورة ماذا؟ علي قال بيتزا. السؤال الثالث لأحمد: ماذا تعني فول أخضر بالإنجليزية؟ أحمد جاوب وقال beans. السؤال الرابع: ماذا تعني كلمة دمية بالإنجليزية؟ علي قاعد يفكر لحد ما الوقت بتاعه خلص ومعرفش الإجابة. السؤال الرابع لأحمد: ماذا تعني كلمة جرس في الإنجليزية؟ أحمد جاوب وقال bell. السؤال الخامس والأخير، السؤال كان بيقول مطلوب اسم فاكهة تبدأ بحرف P. علي جاوب وقال peach. السؤال الخامس والأخير لأحمد برضو، مطلوب اسم فاكهة تبدأ بحرف B. أحمد قعد يفكر لحد ما الوقت بتاعه خلص وما قدرش يجاوب. لو حسبنا درجة أحمد هنلاقيها 4/5، ودرجة علي هي كمان 4/5. عشان كده هيكون في سؤال فيصل. سؤال لأحمد بيقول مطلوب قراية الكلمات الآتية بطريقة صحيحة، والسؤال لعلي بيقول مطلوب قراية الكلمات الموضحة بطريقة صحيحة. تعالوا بينا نسمع أحمد قرأ الكلمات إزاي. pen pin ودلوقتي هنشوف علي قرأ الكلمات إزاي. put, pot,
يا ترى بعد ما سمعنا الكلمات من كل واحد فيهم وهو بيقرا، مين اللي فاز؟ أحمد ولا علي؟ اللي يعرف الإجابة وحابب يشارك يكتب مين فاز، أحمد ولا علي. وبمرور الأيام صحيح إن علي اتخرج من كلية الطب وبقى دكتور، لكن زيه زي كتير من الدكاترة حياته روتينية وما قدمش أي حاجة لمجتمعه جديدة. لكن أحمد حقق حلمه اللي كان بيحلمه وبقى رائد فضاء كبير، وكل الناس بتشوفه في التلفزيون زي ما كان بيحلم، وكل الناس بتعتبر أحمد دلوقتي مثل أعلى. ويا ترى انتوا يا ولاد عايزين تبقوا زي مين؟ ويا ترى عايزين تبقوا حاجة كبيرة وكل الناس تشوفكم مثل أعلى ولا إيه؟ مين اللي فيكم عايز يكون زي أحمد؟ ومين فيكم عايز يبقى دكتور عشان مجرد يبقى دكتور؟ طيب يلا بينا نشوف الكلمات اللي مرت علينا تاني. دي شنطة أحمد، وشنطة يعني باج. ودي العجلة اللي أحمد كان بيروح عليها المدرسة، بايك. والأسئلة اللي جاوب عليها أحمد كانت كتاب، بوك، كرة، بول، فول، بينز، جرس، بيل. أما السؤال اللي أحمد معرفوش، فاكهة بتبتدي بحرف البي. يا ترى انتوا تعرفوا الإجابة؟ اللي يعرف الإجابة يكتبها في التعليقات. لو خدنا بالنا إن كل الكلمات دي اللي احنا قلناها، شنطة، باج، عجلة، بايك، كتاب، بوك، كرة، بول، فول، بينز، جرس، بيل، كلها بتبتدي بحرف البي. وحرف البي زي ما انتوا سامعين اهو مفهوش هوا وهو بيطلع، بنقول بي بي من غير ما هوا يطلع. طيب الأسئلة اللي جاوب عليها علي كانت قلم رصاص، بنسل، بيانو، بيانو، بيتزا، بيتزا. وهو معرفش دمية يعني ايه، ياريت برضو اللي يعرفها منكم يكتبها في التعليقات. والكلمات دي هنلاحظ انها كلها برضو بتبتدي بحرف البي، وحرف البي زي ما انتوا سامعين بنطلع هوا واحنا بننطقه، بنقول بي. اما السؤال المشترك بتاع القراية انا مش هنطق الكلمات، هسيبكم انتوا بنفسيكم تدوروا عليها وتعرفوا مين فاز، احمد ولا علي. اتمنى ان الدرس يكون سهل وبسيط. ما تنسوش الاشتراك في قناة تانية ابتدائي على اليوتيوب. تحياتي.